اهلا بيكم حلقه جديده وحلقه المره دي ترشيحات. وللناس القديمه معانا حلقه الترشيحات دي بتبقى ممتعه ودسمه للغايه. النهارده هكلمك على ترشيح للاعب رقم 6 اوريدي اسمه بدا يتداول في الصحافه الاهلاويه، وهو لاعب الكاب فيردي دوارتي، لاعب نص الملعب. الراجل اللي ممكن يلعب في مركزين الستة والثمانية زي ما الحسين عموته عايز. الاكيد والوعد الوحيد اللي هوعدهولك على مدار الحلقه دي كلها ان انت هتبقى خارج بعدها فاهم الراجل ده ينفع في سيستم الحسين عموته ولا لا. قبل ما اكلمك بقى في اي حاجه في الدنيا، ما تنساش السبسكرايب لاول مره تشوفنا وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد، وكومنتات بعد الفيديو ده عشان نتناقش مع بعض في رايك ايه في الحلقه ورايك ايه في اللاعب نفسه، ولايك ولو عجبك الكونتنت. مشروبك السخن وريح ظهرك عشان الموضوع المره دي مهم. تستنى في الحلقه على بعضها ارقامه من ساعه ما امه ولدته حرفيا وقرر انه يلعب كوره لحد اللحظه دي، مميزاته وعيوبه، ارقامه مع كل الفرق، دولي ولا لا. هو طبعا دولي عشان في الكاب فيردي، بس عايز اكلمك على فترته مع هولندا في كل الاعمار السنيه الصغيره في المنتخبات، وهحسب لك شويه لقطات يعني لو انت من محبين اللقطات. يلا بينا نبدا عشان انا جايب اللابتوب وهنقعد، مش هقعد امنتج كتير بقى. يلا بينا ونتفرج مع بعض. مبدئيا ديروي دوارتي مواليد 99، طوله 177 سم. بالنسبه لجنسيته زي ما قلت لك هو بيلعب مع منتخب كاب فيردي، بس هو اصلا مواليد هولندا. بيلعب حاليا في نادي لودجرز البلغاري، لسه منتقل له حسام عبد المجيد. قيمته التسويقيه الحاليه 2.5 مليون يورو، وزادت بعد كاس العالم، وزادت تحديدا بعد ماتش الارجنتين والكاب فيردي اللي قدر فيه دوارتي يسجل هدف. وناقص في عقده مع النادي البلغاري سنتين بس. بدايته كانت في اكاديميه سبارتا روتردام في هولندا، هو عنده 5 سنين. حرفيا كمل في قطاع الناشئين بمختلف الاعمار السنيه لحد ما وصل الفيرست تيم. وقع اول عقد احترافي ليه سنه 2016، و2017 ظهرت اول ظهور ليه في الدوري الهولندي، وتحديدا وعنده 18 سنه. في المجمل مع سبارتا لعب تقريبا 115 ماتش على مدار 4 أو 5 سنين، ومنها انتقل لفورتونا سيتارد نادي برضه في هولندا، وبعدها للودجرز البلغاري. لو المقدمه دي مش عاجباك قوي موضوع بدايته ده، انت ممكن تجاريها وتخش في الارقام والاحصائيات قدام وموضوع كاس العالم، بس انا كان مهم ابدا بيها واذكرها عشان انا اصلا عايز اتكلم على اكاديميه سبارتا روتردام. وليه مهم اذكر لك الاكاديميه دي؟ لان الاكاديميه دي سبب في المستوى اللي وصل له الواد ده لحد النهارده، لانه متاسس صح. الاكاديميه دي ما تقلش عظمه عن اكاديميه فاينرد ولا اكاديميه ايكس. يكفي اقول لك ان الاكاديميه دي هي مطلعه دامفريس وستروتمان برضو. فاي رقم هنقوله ايجابي قدام راجع للاكاديميه دي. الانضباط التكتيكي، التمركز الصح، قرايه اللعب بدري، كل الحاجات دي بتتعلمها في الاكاديميه وفي قطاعات الناشئين. في دقيقه كده احكي لك على 4 أو 5 سنين اللي قضاهم مع سبارتا روتردام. بدايه الانفجار حرفيا كان موسم 16-17 لما بدا يشارك مع الفريق ريديف. لعب معاهم تقريبا 30 ماتش، سجل 12 هدف، ورقم العالي ده في التهديف لانه اصلا كان بيلعب مراكز متقدمه، يعني 10 او وينج، ما كانش بيلعب ولا 6 ولا 8 لسه. ولما هو مميز كده في فريق ريديف صعدوه للفيرست تيم، وتحديدا في موسم 2017. موسم 17-18 لعب 25 ماتش، سجل 3 اهداف بس. وللاسف يعني في نهايه الموسم ده فرقته هبطت للدرجه الثانيه وليفل كده من الاحباط. بس خليني اقول لك ان هو كان محظوظ، لانه لما نزل لدرجه ثانيه ودرجه اقل شويه في الاحتكاك بدا ياخد ماتشات اكتر. يكفي اقول لك ان في موسم 18-19 شارك تقريبا في 34 ماتش، يعني بتتكلم في الموسم بالكامل، سجل فيهم 5 اهداف، وكان السبب من الاسباب الرئيسيه ان فرقته تصعد تاني للدوري الهولندي. موسم 19-20 لما فرقته رجعت تاني للدوري الهولندي ما شاركش راجل كتير معاهم، بس كان موجود. والسبب في كده ان نفس المركز اللي هو كان بيلعب فيه كان بيلعب فيه اخوه الكبير اللي اكبر منه بسنتين، فالراجل ما شاء الله كان واخد دقايق لعب عنه كتير. افضل بقى موسم ليه مع سبارتا على بعضها كان اخر موسم في عقده، هو موسم 2020-2021، لان هو شارك في الموسم كله باستمرار، وهتلاقي دقايق اللعب انا سيبها لك هنا على جنب، وسجل فيهم 4 اهداف. وبعد الموسم ده مباشره ما جددش عقده مع النادي بتاعه وانتقل فور فري لسيتارد، عشان يقعد بقى مع سيتارد 3 سنين يلعب فيهم تقريبا 91 ماتش. سجل في مجملهم 4 اهداف وصنع 3، بمعدل دقايق لعب 6823 دقيقه، يعني بتتكلم تقريبا في 75 ماتش، يعني تقريبا 80% من الماتشات على مدار 3 سنين الراجل ده كان موجود وبيلعب، يعني رجليه موجوده في الملعب. موسمه الاول ما كانش اعظم حاجه، لان الراجل كان لسه بيلعب بين مركز 6 و8، فكان لسه تايه شويه. الموسم الثاني 22-23 كان من العناصر المميزه جدا في فرقته. والموسم الثالث كعاداته يعني اخر عقد ليه مع النادي او اخر موسم ليه مع النادي كان عز تالقه وابدع جدا. حاولت اجاري لك شويه بداياته دي وكلمتين كده في كل سنه، عشان انا اصلا عايز اكلمك على فترته مع لودجرز البلغاري اللي بقى لها 2 سنين، والمستوى اللي ظهر بيه في كاس العالم قدام ميسي ماتش الارجنتين تحديدا، وحتى الدقايق اللعب اللي خدها في ماتش اوروجواي وماتش السعوديه. بقى له 2 سنين مع لودجرز، لعب تقريبا 104 ماتش، سجل 4 اهداف وصنع 4 زيهم.
لعب معدل دقايق 6704 دقيقة، يعني بتتكلم تقريبا في 75 ماتش كمجمل ماتشات، يعني 75% من الماتشات على مدار السنتين الراجل ده كان موجود وبيشارك. ومع لودوجريتس بدا يشم بقى موضوع البطولات، لانه قبل كده في الدوريات الهولنديه دي ما كانش بيشوف الكلام ده خالص. فمع لودوجريتس خد في السنتين 4 بطولات. يكفي اقول لك ان في موسمه الاول مع لودوجريتس البلغاري الراجل لعب تصفيات تشامبيونز ليج، لعب اوروبا ليج اللي هنستعرض ارقامها قدام، ولعب تقريبا 3/4 الماتشات في الدوري البلغاري. يكفي اقول لك ان في الماتشات بتاعت اوروبا ليج لعب انديه زي اندرلخت، زي ليون، لا زي اتلتيك بلباو، يعني احتكاكات قويه مع انديه قويه جدا. ايه الفرق بين لودوجريتس وفترته في هولندا؟ ببساطه شديده جدا انه بيبقى بمستوى الاحتكاكات زي ما قلت لك عالي جدا، بيلعب ماتش كل 3 ايام، بدنيا بقى واقف على رجله كويس جدا، وده كان بقى ماشي بشكل متوازي مع الحته الدوليه. ودي بقى اللي عايز اتكلم عليها، فترته مع منتخبات هولندا في الاعمار السنيه الصغيره، وبعدها ان هو يقرر انه يمثل منتخب كاب فيردي، ونقله كبيره في حياته. خلينا الاول نتكلم على مشاركاته مع منتخب هولندا للناشئين، وهنا بتكلم على بدايته في منتخب تحت ال 18 سنه اللي كان في 2016، ولعب معاهم تقريبا 3 ماتشات، دنمارك، ايرلندا، المانيا. والمنتخب ده اصلا هولندا كان مميز جدا. يكفي اقول لك ان كان فيه جاكبو لاعب ليفربول، مالين اللي كان بيلعب في استون فيلا الموسم اللي فات، مالاسيا اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، وكلويفرت لاعب بورنموث. وللصدفه يعني عشان تعرف ان الدنيا اوضه وصاله، يعني الراجل ده كان بيلعب في منتخب 18 سنه ده قدام منتخب الدنمارك اللي كان وقتها فيه مين؟ حبيبنا مين؟ اسامه ابو علي. الدنيا صغيره قوي يا جدعان. وعشان مستواه كان كويس الراجل ده كمل للسنه اللي وراها في منتخب تحت 19 سنه بتاع هولندا. وهنا نقول بقى ان هو بدا يبقى دولي شويه، لانه بدا الاحتكاكات تبقى اقوى بكتير. منتخب 19 سنه او تحت 19 سنه ده كان بيلعب تصفيات اوروبا، وشارك معاهم تقريبا في 9 ماتشات وسجل هدف واحد بس. تتكلم بقى ان المنتخب ده كان بيلعب منتخبات زي بلجيكا، النرويج، البرتغال. النرويج دي فيها ما شاء الله الوحش يعني هالاند. بتتكلم مستوى احتكاكات قوي جدا. الفتره اللي بعدها على طول هو منتخب تحت ال 20 سنه اللي كان برضو عنده احتكاكات قويه جدا، زي ما قلت لك 18 19 20 21. راجل موجود في كل المنتخبات دي بسبب تاسيسه في الاكاديميه اللي كان فيها زمان اللي هي سبارتا روتردام. مع منتخب تحت ال 20 سنه شارك تقريبا في 6 ماتشات ضمن بطوله بتتسمى بالإليت ليج. لعب منتخبات بقى قويه جدا، بتتكلم في انجلترا، بتتكلم في البرتغال، بتتكلم في المانيا، بتتكلم في فرنسا. البرتغال دي مثلا كان فيها لعيب زي بيدرو نيتو، بتتكلم انجلترا كان فيها جالاجر وكان فيها ريس جيمس، فرنسا كان فيها تشاوميني. يعني بتتكلم اسامي كبيره قوي موجوده دلوقتي في اوروبا. فضل مكمل في فكره المنتخبات دي لحد منتخب تحت ال 21 سنه، ولعب معاهم ماتشين، ماتش قدام منتخب المانيا تحت ال 21 سنه، وماتش قدام منتخب مصر الاولمبي اللي كان بتاع كابتن شوقي غريب اللي هو كان تحت 23 سنه. كان في بقى رمضان صبحي، اكرم توفيق، ناصر ماهر، مصطفى محمد، عمر مرموش. بتتكلم يعني فرقه محترمه قوي. بالمناسبه الماتش ده خلص لمنتخب هولندا اللي كان فيه دوارتي وقتها، وقدم ماتش مميز جدا. طب ابو حميد انت كلمتنا على فترته على منتخب هولندا، امتى بقى قرر يروح ويمثل منتخب كاب فيردي؟ برغم ان هو كان مميز جدا ولعب كل الاعمار دي المنتخبات السنيه الصغيره دي بتاعه هولندا، الا انه ما مثلش الفيرست تيم، وده اللي خلاه يفكر يرجع بقى للبلد الام بتاعته اللي هي كاب فيردي. وده كان امتى يا معلم؟ ده كان في مارس 2022 لما رسمي ورقه خلص وقرر انه يمثل كاب فيردي. يعني بتتكلم 35 ماتش دولي دول على مدار 4 سنين ونص بس. ده رقم كبير قوي يا جدعان، معناه انه عنصر اساسي في منتخب كاب فيردي او الجيل اللي بدا يتاسس بتاع كاب فيردي اللي شفناه في كاس العالم ده. ويكفي اقول لك انه في اول استدعاء ليه اللي هو كان مارس 22 ده كان في تقريبا ماتشين 3. عايز اقول لك ان هو كان في المعسكر ده لعبهم كلهم عادي، وفضل مكمل معاهم لحد تصفيات افريقيا 2023، ولعب منتخبات زي بوركينا وتوجو. وكان في الماتشات دي تحديدا ساعات بيلعب 6 وساعات اكتر بيلعب 8. يعني بتتكلم لو فرقته عندها ماتش كبير كان المدرب بيخليه يلعب رقم 6، لو منتخبات اقل شويه كان الراجل بيلعب مركز 8. اول بطوله كبيره دوليه يلعبها كانت كاس افريقيا 23 اللي منتخبنا كان مع كاب فيردي في المجموعات وقت روي فيتوريا. بالمناسبه مشوار كاب فيردي في البطوله دي كان محترم قوي. كان معانا في المجموعه كسبوا غانا، كسبوا موزمبيق، وبعدها تعادلوا معانا لو انتوا فاكرين لما لعبونا بالصف الثاني ماتش 2-2 اللي الشناوي جاله فيه مشكله بتاعت كتفه. بعدها تجاوزوا موريتانيا في الدور اللي بعديه، وبعدها كملوا لحد ما لعبوا جنوب افريقيا وخسروا بضربات الجزاء اللي اتألق فيها حارس سان داونز ويليامز. وكمل بعد البطوله لان الناس شافت اماره بقى المنتخب كاب فيردي دي، وكمل معاهم لعب تصفيات كاس عالم امريكا 2026، وبرضه لعبونا فيها ولعبوا انجولا ولعبوا الكاميرون ولعبوا منتخبات كتير. كان الراجل ده عنصر اساسي مع المدير الفني، وهتلاقي ارقامه سايبها لك هنا. نخش بقى فتره كاس عالم اللي انا اصلا بقالي ساعه بفرش الكلام ده كله عشان نروح لها.
كاب فيردي كانت في المجموعه اللي فيها اسبانيا، اوروجواي، السعوديه. الراجل تقريبا يعتبر كان بياخد تدريجي في الماتشات. يعني اول ماتش خد نص ساعه، الماتش الثاني خد 45 دقيقه، الماتش الثالث خد 90 دقيقه كاملين، الماتش الرابع قدام الارجنتين في دور 32 لعب تقريبا 100 دقيقه كاملين. وطبعا لان المواقع شويه بتختلف في التقييم اللاعب او الافريج ريتنج بتاعه، الا انه تقريبا في الاربع ماتشات الراجل الافريج بتاعه 7، وده كويس جدا. ناخد شويه ارقام فرديه في الاربع ماتشات بتوع كاس العالم. احنا قلنا في مجمل الدقائق اللي لعبها تقريبا لعب 265 دقيقه على مدار الاربع ماتشات. عمل 23 مساهمه دفاعيه، 8 تاكلينجز، 6 قطع لتمريرات او انترسبشنز، اعترض تصويبه واحده، عمل 4 اخطاء دفاعيه، استعاد الكرة 8 مرات، وعمل كليرنس تقريبا ل 8 كرات. طب ابو حميد دي ارقام، احنا فهمنا ايه من الارقام دي؟ تعالى يا معلم هنحللها واحده واحده، بس اشرب بس ايه الكرك المتين بتاعك واسند ظهرك زي ما انت. خلينا ناخد اول رقم، 6 انترسبشن في 265 دقيقه. يعني انت بتتكلم الراجل ده بيعترض الكوره، بيقرا اللعب وبيعترض الكوره من غير ما يعمل فاولات. يعني مش لعيب عنيف كل ما بيلاقي فرصه انه يخش تدخل غبي بيخش، لا، في قراءه جيده للعب. و8 تاكلينجز على مدار الدقايق دي، يعني انت بتتكلم تقريبا بيعمل له تاكلينين 3 في الماتش الواحد. الدريبل باس اللي مكتوب فيها رقم 1 بس، معناها ان الراجل ده قدر شخص كرة واحده بس يتم تجاوزه فيها. ولما تحط الرقم ده على 6 و8 بتوع الانترسبشنز والتاكلينجز، تفهم ان التدخلات الدفاعيه بتاعته فعاله جدا. والرقم 8 كليرنس او ابعاد للكرة، مع انه تقريبا بيعمل 2 أو 3 ابعاد في الماتش الواحد. ونفس الكلام لل8 ريكفريز، انت بتتكلم تقريبا في معدل 2.7 في الماتش الواحد. والارقام دي بشكل عام مش سيئه على منتخب زي كاب فيردي، تقريبا بيلعب البطوله كاس العالم لاول مره في حياته، وفي ماتشات كتير بيستقبل فيها لعب. بتتكلم بيلعب اسبانيا، اوروجواي، ارجنتين في 4 ماتشات في بطوله واحده، موضوع صعب جدا. بس الارقام اللي هتخلينا نفهم بقى اللاعب ده على بعضه، دي اخر جزء في الحلقه، هي ارقامه مع لودوجرتس البلغاري اللي انا قدرت اجيبها. والارقام اللي انا قدرت اجيبها هي ماتشاته في اليوروبا ليج الموسم اللي فات. الراجل تقريبا لعب في حدود 9 ماتشات بمعدل دقايق 780 دقيقه. بخصوص التمريرات، الراجل تقريبا عمل 287 تمريره في الماتشات دي بنسبه ناجحه 86.4%. دي نسبه كويسه جدا في بطوله اوروبيه. الرقم ده معناه ان دوارتي بيقدر يحافظ على الاستحواذ وما بيخسرش الكوره بمنتهى السهوله. بس اجمالي تمريرات نفسها مش كبير، انت بتتكلم في 287 تمريره تقريبا في 781 دقيقه. وده معناه يعني بالنظر بقى لاجمالي عدد التمريرات بتاعت فرقته في الماتش الواحد، ان هو مش الراجل المحور الرئيسي في الكرات. بمعنى بلدي شويه كده، ان مثلا لو هناخد اكزامبل زي النادي الاهلي، مروان عطيه كرقم 6 تقريبا الكره لازم تعدي عليه في كل هجمه. الرقم ده بقى معناه ان دوارتي مش مشارك في اللعب في كل هجمه. يعني ببلدي كده الراجل ده مش رقم 6 صريح لو الفرقه بتعتمد على الاستحواذ طول الوقت زي النادي الاهلي، ودي انا هعتبرها عيب. نخش على رقم تاني وهو 12 كوره طوليه، عملهم في نفس عدد الدقايق بتاع الماتشات دي بنسبه 50%. وهنا خليني اقول لك ان الرقم ده يعتبر متوسط، ولا سيء ولا كويس. يعني هو عنده قدره انه يلعب كره طوليه، بس جودتها ما بتبقاش احسن حاجه. يعني بمعنى تاني هو مش نوعيه لعيب رقم 6 يقدر يوزع لي اللعب ده. هنا انا بقارنه ب6 صريح زي مروان. كمان الراجل ده عمل 12 فرصه مصنوعه، يعني تقريبا فرصه ونص في خلال ال90 دقيقه. والرقم ده بيقول ان هو اكيد مش صانع لعب، لانه بيلعب مراكز 6 و8، بس هو عنده لو احتجتها هتلاقيها. الرقم السلبي اللي بعده هو الاكسبكتد اسيتس اللي هو الاكس ايه. الراجل صانع تقريبا نص هدف، مش مكمل حتى هدف، مش صانعه، ده المتوقع لصناعته الهدف نص هدف، مش حتى هدف واحد. من اجمالي بقى كام فرصه لسه قايلينهم من شويه؟ 12 فرصه. الكلام ده معناه ان اغلب الفرص اللي هو عملها او ال12 فرصه اللي هو عملهم دول مش عاليين الجوده، يعني اصلا لا يرتقوا يكونوا اهداف مصنوعه. بالبلدي كده ما تتوقعش منه يسجل اهداف كتير او يصنع اهداف كتير. نخش على الاستحواذ والمراوغه. الراجل تقريبا على مدار اليوروبا ليج حاول يراوغ 7 مرات، نجح في 3 بس بنسبة نجاح 43%. وطبعا نسبة برضو متواضعة، فشيل موضوع المراوغات من الحسابات. على مستوى لمس الكرة، فالراجل لمس الكرة 436 مرة، يعني بتتكلم تقريبا في 50 لمسة في الماتش الواحد خلال 90 دقيقة. وده بيأكد نفس الفكرة اللي احنا قلناها من شوية، ان الراجل بيشارك في اللعب، في صناعة اللعب او في بناء الهجمة، بس هو مش محور اساسي. نقارن بمين؟ نقارن بمروان عطية. مروان عطية ممكن يلمس الكرة في الماتش 75 مرة، انما الراجل ده بيلمسها تقريبا 50 مرة. الرقم السلبي اللي بعديه هو التاتشز ان اوبوزيشن بوكس، وهنا معناها لمسه للكرة جوه منطقة جزاء الخصم.
رقم ضعيف للغايه لان هو ما بيكملش. يعني حتى لما بيلعب 8 بتتكلم في نادي زي لودوجرتس البلغاري بيلعب انديه كبيره في الاوروبا ليج، مش هيبقى مطالب قوي من رقم 8 ان يكمل لحد جوه منطقه الجزاء. اما على مستوى الالتحامات خلال ال 780 دقيقه الراجل دخل 33 التحام، نجح بنسبه 48%. وبرضه عندي تحفظ على الرقم ده، 48% انت بتتكلم حتى ما وصلتش حتى ل 50%. يعني التحاماتك الثنائيات انت ما بتكسبهاش، يعني انت دخلت مثلا التحامين في الماتش انت بتكسب واحد وتخسر واحد، رقم صعب جدا طبعا. اما بقى على مستوى الالتحامات الهوائيه فالراجل عمل 8 التحامات هوائيه بنسبه نجاح 47%، يعني اقل من المتوسط كمان. نخش بقى في مساهماته الدفاعيه، الراجل عمل 43 مساهمه دفاعيه في 780 دقيقه دول، يعني بتتكلم في 5 مساهمات في خلال 90 دقيقه، وده رقم جيد. على مستوى التاكلينجز فالراجل عمل 18 تاكلينج خلال 780 دقيقه، يعني بتتكلم في 2 تاكلينج في 90 دقيقه، وده رقم برضو يعني جيد. برضو الراجل عامل تقريبا في حدود 5 انترسبشنز، وده برضو رقم لحد ما كويس. اما بقى على مستوى الريكفريز بتتكلم في الراجل استعاد الكوره 25 مره، يعني بتتكلم في 3 مرات خلال 90 دقيقه، وده رقم برضو يعني هنقول برضو انه لحد ما جيد. واخر رقم انا عايز اذكره هو الفاولات، الراجل عامل 14 فاول خلال ال 780 دقيقه دول، يعني بتتكلم في فاول ونص فاولين خلال 90 دقيقه، وده كرقم معناه ان هو جيد، ان هو ما بيخشش كتير ويعمل فاولات كتير. بس لو ربطته برقم تاني قلناه من شويه ففي مشكله. الرقم التاني اللي قلناه من شويه اللي هو 18 تاكلينج، فلما تحط ال 18 تاكلينج منهم 14 فاول يبقى الراجل ده ما بيستعدش الكوره غير لما بيعمل فاول. يعني لو حطيتهم على بعض دي هتبقى ترجمتها، وده بالبلدي معناه ان الراجل بيتاخر اجزاء من الثانيه قبل ما يضغط او يخش الالتحام، فبالتالي بيضطر انه يعمل فاول. يعني دي تفاصيل شويه معقده في الارقام والاحصائيات، بس قلت اقولها لك كلها. نلخص بقى الفيلم ده كله بتاع الارقام عشان احنا الاتنين اكيد صدعنا والشاي خلص الصراحه، فيعني قمت اعمل واحد تاني فعشان كده قطعت. مش مهم التفاصيل دي كلها، المهم الملخص ان كارقام على مستوى اوروبا ليج وكاس عالم هي ارقام يعني اقل من المتوسطه. طب يا ابو حميد طالما هي اقل من المتوسطه حضرتك بترشحوا لنا بناء على ايه؟ هقول لك يا معلم. دلوقتي لو الارقام دي بنقول ان هي من 10 مثلا، هي 4 من 10 او 3 من 10. احنا بنتكلم على ايه؟ على كاس عالم واوروبا ليج. كاس عالم مع كاب فيردي اللي كانت تحت الكوره او الاندر دوج مع اسبانيا واوروجواي والارجنتين، واوروبا ليج اللي هي تاني اقوى بطوله بعد دوري الابطال بعد الشامبيونز ليج. لودوجرتس البلغاري مش قوي فيها جدا وبرضه بيبقى تحت الكوره. فلو قلت ان الحاجات دي الراجل جاي فيها 4 من 10 في كاس عالم واوروبا ليج، هيعمل ايه في الدوري المصري والكونفدراليه؟ مش اقل من 7 و8 من 10. ده اللي بتكلم فيه، ان الارقام قد تبدو للوهله الاولى وحشه، بس حقيقه الامر هي في مستوى عالي من الخبط والاحتكاكات والكوره. فلما تنزل الليفل ده لو خد فيهم 3 و4 من 10 لليفل الدوري المصري والكونفدراليه اللي الاهلي هيلعبهم السنه دي، لا الراجل ده يديني 7 من 10 8 من 10 في كل ماتش مرتاح. فعشان كده بالنسبه لي هو اقوى ترشيح. بس في نقطه، والنقطه دي مهمه للغايه، الصفقة دي ما ينفعش تدفع فيها رقم كبير. القيمة التسويقية للولد ده اصلا 2.5 مليون يورو، وزادت بعد كاس العالم وتحديدا ماتش الارجنتين، وفاضل له 2 سنين في عقده. وطوال مشواره كله على بعضه ساعة ما بدأ كورة لحد النهارده بيروح اصلا فري ترانسفير، يعني بينتقل بين الاندية ببلاش. فكون ان في مرة من المرات هيدفع فيها اللي هو الاهلي هيشتري حد او يشتري اللعيب ده من النادي لودوجرتس، ما ينفعش ادفع فيه رقم كبير يا جماعة. الراجل ناقص 2 سنين في عقده. ما يجيش النادي ده يبالغ في المطالبه الماديه يقول لي 3 و4 مليون و5 مليون دولار ولا يورو، مفيش الارقام دي. الصفقه دي لو هتخلصها ب 2 مليون دولار زائد لو في شويه حافز صغيرين مع مرتب اللاعب تمام. اكتر من كده ابعد عن الترشيح ده خالص. انا برشحهولك بالارقام وبحللها لك، ودلوقتي بما ان الارقام زادت فبقيت كمان ادخل القيمه في تقييم للصفقه. الصفقه دي لو تخطت ال 2.5 مليون دولار ما تخشهاش، شوف غيرها. لاعب دولي، لاعب مع كافيردي 35 ماتش، متاسس صح في هولندا، لعب لانديه وفي دوري هولندي وهو صغير في السن، كل ده معاك. انما الصفقه دي حاليا قيمتها ما تعديش ال 2 مليون دولار. شويه الحافز حطهم براحتك على مرتبه، ده اقصى حاجه تدفعها، ما تتجاوزش الرقم ده. فبناء على كل ما سبق بالنسبه لي ده اقوى ترشيح انا برشحه لك. بس تحط في المعيار الامور الماديه، تحط في المعيار ان انت ما تعملوش عقد خرافي 4 5 سنين تقعد تتعور فيه لو حبيت تبيعه، لا هو 3 سنين هيبقوا مناسبين جدا للصفقه دي. وميزتها كمان انه زي ما قلنا بيلعب شويه 6 كويس وشويه 8 كويس، فيقدر يسد لك مشكلتين. انت بعت محمد بن رمضان او مشيت بن رمضان مع اليو ديانج اللي مشي ببلاش،
فانت 2 محترفين اجانب في نص الملعب بتستبدلهم بواحد بسعر مناسب يقدر يلعب المركزين، كده زي الفل الصفقه دي. معلش طولت عليك جدا، بس يعني انت عارف اخوك بيحب يخش في التفاصيل. اتمنى تكون الحلقه دسمه جدا. ما تنساش السبسكرايب لاول مره تشوفنا، فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، لايك لو عجبك الكونتنت كله على بعضه، كومنتاتك عشان نتناقش في الصفقه، عجبك اللعيب ولا لا، والقيمه الماليه انت شايفها كمان ايه. واستنى الاسبوع ده هنزل لك ترشيح للاعب تاني وجنسيه عربي، ده هيعجبك برضو وارقامه كويسه وسعره برضو مناسب لو الاهلي فكر فيه. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنزلك ترشيح ثالث، ده لاعب فري، اتمنى يكون فري لحد ما ننزل الحلقه باذن الله. كان معكم احمد حسن، واتمنى لو بيعجبك الكونتنت بجد ما تنساش السبسكرايب وتفعل الجرس.